جلسة جديدة هي التاسعة في قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد التي تشغل الرأي العام المصري، وتوقعات بالنطق بالحكم، لكن هذا لم يحدث، إذ قررت المحكمة انتداب لجنة من الأطباء الشرعيين للتحقيق وتحديد صلاحية التقارير الطبية المقدمة من مصلحة الطب الشرعي ومقارنتها بالتقرير المقدم من هيئة دفاع المدعي بالحق المدني. فماذا يعني هذا القرار؟ هذا قرار اللجنة لو جه بالحقيقة هيغير أسلوب الحكم، هيغير وصف القضية، هيبقى وصف القضية بعد كده في صالح المجني عليه. وهذا قرار من المحكمة، قرار صائب وأنا راضي به وسعيد به، لأنه كان بناء على طلبنا نحن الدفاع أن نحن نصل بهذه التهمة إلى أنه قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد أدى إلى اغتيال الخالد رحمة الله عليه. وترجع وقائع القضية إلى يوليو تموز من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض على خالد سعيد ابن 28 ربيعا حينها أثناء تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه. فبحسب تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي فإن سعيد قام بابتلاع لفافة بانغو كانت بحوزته ليتعرض للاختناق ويلفظ أنفاسه، فيما تقول أسرته إنه تعرض للضرب حتى الموت على أيدي مخبرين بقسم شرطة سيدي جابر. وخارج المحكمة شدد الجيش من إجراءاته الأمنية وأغلق الشوارع المؤدية إلى المحكمة تحسبا لأي ردود فعل على الحكم من قبل المتضامنين. ما إن صدر قرار المحكمة بالتأجيل حتى تعالت أصوات المتضامنين مع خالد سعيد رافضين هذا القرار ومطالبين بالإعدام. ويواجه المتهمان في القضية وهما محمود صلاح أمين شرطة ورقيب الشرطة عوض إسماعيل 3 اتهامات، وهي القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني. هنأجل لغاية امتى؟ رمضان يجي بقى وبعد رمضان وبعد كده مجلس الشعب يخش وبعد كده رئيس الجمهورية يخش واحنا خلاص بقينا شوية بلطجية. والله أنا شايف إن قرار اليوم هو عبارة عن مماطلة، لأن في الوضع الحالي ما كانش ينفع إن حكم زي كده مثلا يتحكم دلوقتي، لأن الدنيا مقلوبة واللي حصل في التحرير من يومين الناس مقلوبة. حاجة زي كده يعني هتدي قوة تاني للشعب إن ينزل الشارع ويطلب إن الثورة تكتمل، وهم مش عايزين ده. في رأيي إن القرار قرار ممتاز، لكن بس هو ينقصنا إن احنا نفهم الناحية القانونية في توصيف التأجيل. على مدار عام هي عمر جلسات المحاكمة، شهدت الإسكندرية مظاهرات من قبل نشطاء على الفيسبوك وقوى سياسية للتضامن مع قضية خالد سعيد الملقب إعلاميا بشهيد الطوارئ، قضية ينظر إليها على أنها أحد العوامل الرئيسية التي أدت لتفجير الثورة المصرية. توفيق أحمد، BBC الإسكندرية.